السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الثقافي المتميز اللي بتنظمه الجمعية الخيرية الشركسية، ويأتي تحت رعاية سعادة الباشا خير الدين هاكوز رئيس المجلس العشائري الشركسي الأردني. باسمكم جميعا بنرحب بضيف هذا اللقاء الدكتور المهندس أيوب عيسى أبو دية، صاحب كتاب الشراكسة مسيرة نضال. أهلا وسهلا فيك دكتور، أهلا وسهلا فيك في بيتك في الجمعية الخيرية الشركسية بيت الأردنيين جميعا. في هذا اللقاء راح يقدم لنا المؤلف نبذة عن كتابه، وبنستعرض معه الجوانب المختلفة من هذا الكتاب عن حضارة الأمة الشركسية وتاريخها ونضالها وقيمها الإنسانية. أيضا لا يفوتنا إلا أن نذكر بأن هذا الكتاب جاء بدعم من الفاضل السيد عبد القادر حيدر بسمق. برضو معي على المنصة راح يكون الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش، وهو أستاذ دكتور في علم النفس الاجتماعي، والدكتور يعود إليه الفضل في تنظيم هذا اللقاء بمتابعته، وهو تواصل مع الكاتب وتواصل مع الجمعية، وبفضله هذا اللقاء تم. الدكتور قرأ الكتاب وسيقدم لنا تحليل عنه من ناحية أكاديمية، طبعا بصفته دكتور أكاديمي. أيضا معنا الدكتور محمد أزوقة، أيضا هو كاتب وروائي ومترجم، وله الكثير من الكتب حول المسائل الشركسية، كما أسهم في مراجعة وتدقيق هذا الكتاب. أيضا قرأ الكتاب وسيقدم لنا تحليله. طبعا أفضل ممثلين لنا كمجتمع شركسي إنه يكون الدكتور مجدي خمش والدكتور محمد أزوقة محللين لهذا الكتاب. الأستاذ الدكتور اليوم بنعطيك صفة الدكتور. في البداية نرجو من سعادة الباشا خير الدين هاكوز راعي هذا اللقاء أن يتفضل بإلقاء كلمة الافتتاح. تفضل باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا العربي الهاشمي الأمين. أصحاب العطوفة والسعادة، الحضور الكريم، أبدأ الكلام بالتقدم بمشاعر الإكبار والاحترام والتقدير للأعزاء الحضور من الأهل والأصدقاء والأحبة على حضورهم ومشاركتهم هذه الفعالية التي جمعتنا جميعا معا أمام أديب أردني المهندس أيوب أبو دية، الذي سعى جاهدا من خلال كتابه إلى التذكير بمسيرة الشراكسة وتوثيق نضالهم في وطنهم الأم، في حربهم وتهجيرهم وتشريدهم في سبيل الحفاظ على وطنهم ودينهم وعرضهم ضد قوات عسكرية نظامية مدججة بأسلحة فتاكة استخدمت ضد مدنيين مسلحين بأسلحة فردية مارست خلالها حرب إبادة، وقتلت مئات الألوف منهم في حرب استمرت لأكثر من 100 عام. واستمر النضال والمعاناة في تهجيرهم، ومن خلال كل المحطات التي مروا فيها، فمات من مات منهم بعد تفشي الأمراض بينهم أو جراء الجوع ونقص الغذاء، وغرق من غرق منهم من السفن التي حملتهم من سواحل سوتشي وطابسة عبر البحر الأسود الذي فاض بدمائهم الزكية. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء حافظوا على دينهم وعرضهم، كما واستمر نضالهم ومعاناتهم في أماكن استقرارهم في بداية استيطانهم، ووصلوهم لا يعرفون لغة البلاد التي استوطنوا فيها، ولا يملكون من مقومات الحياة شيئا
فبدأوا بالبحث عن أماكن تواجد المياه ليسكنوا حولها، ليمارسوا ما برعوا فيه من زراعة وصناعة وبناء، لتساعدهم في التأقلم والحياة في هذه البيئة الجديدة، حتى أن نضالهم أشبه بصراع البقاء، بدءا بحريتهم واستمر بتهجيرهم، بدءا بحربهم واستمر بتهجيرهم، ولم ينتهي بوصولهم إلى البلدان التي استوطنوا فيها. الحضور الكريم، سعى كاتبنا صاحب الأثر الإبداعي في كتابه لتكريم أمة عانت وجاهدت وناضلت، ويذكر كيف سعى الشراكسة للاندماج ولم يسعوا للانصهار، لأنهم باندماجهم يحافظوا على ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، مع احترامهم لثقافة البلدان التي احتضنتهم، وساهموا بتشكيل نسيج متميز ساهم بإثراء الشعوب والأوطان، فتعلموا لغات تلك الدول وبنوا علاقات طيبة مع محيطهم والعشائر الأصيلة في البلدان التي حضروا إليها، وتعاونوا معهم في الحفاظ والدفاع عن أوطانهم الجديدة، مع حفاظهم على مبادئ حضارتهم وثقافتهم، فكانوا مثالا للولاء والانتماء الصادق والتضحية والإخلاص، جميعهم حبهم لدينهم الإسلام وعشقهم لتراب الأردن. الإخوة والأخوات، لا شك أن كتاب الشراكسة مسيرة النضال أعاد إلينا ما غاب عنا من آثار إبداعية وأدبية وذكريات إنسانية ومساهمات للشراكسة في الاستقرار المحلي للقرى التي أعادوا بناءها وتلك التي قاموا بتأسيسها، من خلال تحسين الزراعة والصناعة والمساهمة في التنمية والاقتصاد وتوطيد العلاقات الاجتماعية التي ساهمت جميعها على التكيف والاندماج وإثبات القدرات على البقاء والتشاركية في مختلف الأمور السياسية والثقافية والاجتماعية والنضال معا في سبيل عزة البلد المضياف ووطننا الأردن. دعونا نتقدم بالشكر الجزيل لكاتبنا القدير الدكتور أيوب عيسى أبو ديب، ولأديبنا الكاتب محمد عمر أزوقة، وللأخ العزيز الداعم السيد عبد القادر حيدر سمق على إحياء ذاكرتنا في الكتاب الذي نعتز ونفتخر، الشراكسة مسيرة النضال. والشكر موصول لكل من ساهم في هذا اللقاء الطيب، ولكل من حضر وشاركنا يومنا الثقافي. أسأل الباري جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على أردن المحبة في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعافيك دكتور. كل الشكر باشا على هذه الكلمة الطيبة. عطوفة المهندس إبراهيم إسحاقات، إذا بتحب تتفضل كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام. السلام عليكم. باسمي وباسم الهيئة الإدارية برحب بالحضور الكريم كلياتكم وفي بيت الشراكسة والأردنية جميعا، وأهلا وسهلا فيكم. وإحنا كجمعية دائما يهمنا أن نعمل لقاءات سواء ثقافية أو اجتماعية أو أي شيء يفيد المجتمع الشركسي والأردني بشكل عام. ثم بدي أرحب
الأستاذ مجدي خير اللي دعا إلى هذه الندوة. وبدي أرحب بالأستاذ أبو عمر محمد أزوقة وكذلك بدي أرحب براع اللي ساهم في إخراج هذا الكتاب اللي هو عبد القادر مسموح. طبعا بالنهاية ترحيب بعريس هاي الحفلة أو الإنسان الرئيسي لهاي الحفلة الدكتور أيوب أبو دية. وصدقا الدكتور أيوب معروف إنه كقطاع هندسي بيهتم بقضايا البيئة والبناء الخضراء، صح ولا؟ أيوه. وهو أشار، أنا اطلعت على الكتاب ما قريته كله صحيح، ما خلصته، لكن لفت انتباهي شغلة واحدة حكاها هو، إنه هو من ديانة أخرى اللي هي المسيحية، وركزوا وحكاها أكثر من مرة. لكن إحنا بالأردن صحيح طول حياتنا ما عمرنا فرقنا بين مسيحي ومسلم، خاصة اللي إذا مرات بتعرف المسيحي من اسم العائلة، لكن في عائلات إسلامية ومسيحية، منها أبو دية عنا وتصير مليانين. وأنا صدقا ما كنت أعرف إنه مسيحي. وللعلم أنا سكنت مرة 6 أشهر مع شخص مسيحي، والله ما عرفت إنه مسيحي إلا بعد 6 أشهر. فإحنا لأن هذا يعني شغلة كويسة عندنا في الأردن، إنه إحنا هذا الفسيفساء اللي جمعنا كلياتنا من شتى الأصول والمنابت وكذلك من شتى الديانة. طبعا أنا ما بدي أخوض في الكتاب لأنه في ناس أخصائيين ولذلك بشكركم مرة أخرى وبشكر الحضور وأهلا وسهلا فيكم في الجمعية. كل الشكر عطوفة المهندس إبراهيم اسحاقات على هذه الكلمة. بدنا نبلش بطبيعة الحال مع الدكتور المهندس أيوب عيسى أبو دية، اللي يتفضل ويحكي لنا عن كتاب الشراكسة مسيرة نضال، يحكي لنا عن الأهداف، يحكي لنا عن الرسالة، شو الدافع اللي دفعه لكتابة هذا الكتاب. تفضل دكتور. لا إذا سمحت. مساء الخير للجميع. أنا أتشرف بأن أكون موجودا بينكم. برفعها. أتشرف بوجودي بينكم. الصوت كأنه واطي شوي. كويس تمام. وأشكر بداية الجمعية الخيرية الشركسية على هذه الدعوة، وتحديدا الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش لتنظيمه هذا اللقاء، وأيضا الأستاذ محمد عمر الزوقة لمراجعته الكتاب وملاحظاته الطيبة عليه. وأيضا أشكر الشركس إجمالا في الأردن. وأنا كما قال رئيس الجمعية، نحن لا نميز في الأردن بين مسيحي ومسلم، طبعا هذا الكلام سليم، لكن جاءت في سياق السؤال إنه أنت يا أخي شو دخلك بالشركس؟ لما أنا كتبت هذا الكتاب أنت مالك ومال الشركس؟ قلت لهم يا عمي والله أنا كل أصحابي شركس وبحبهم، وكلهم معاملتهم كانت طيبة ابتداء من أبو زيد واللي بجوز من 15-20 سنة لصديقي العزيز أبو بكر الأستاذ علي قسي، اللي هو كان الدافع الأساسي اللي خلاني أكتب هذا الكتاب. أهداني كتاب بالإنجليزي لريتشموند عن
المجزرة أو الإبادة الجماعية للشركس، السيركيزيان جينوسايد باللغة الإنجليزية. وأنا حاولت أكتب عنه مقالة في الجوردن تايمز ورفضوا نشرها على قاعدة إنه ما بدهم يزعلوا الروس، على قاعدة الدبلوماسية بين الدول. فقلنا ماشي الحال، ما في مشكلة. فبلشت ألخص فيه وأكتب عنه، وبمرور الوقت صار عندي مجموعة من المقالات وطورتها. يعني أنا بذكر في جامعة من الجامعات رفضوا يعملوا واحد سني يعمل رسالة عن واحد شيعي، أو حتى بذكر وأنا موجود أجت بنت شيعية بدها تعمل رسالة دكتوراه عن علي بن أبي طالب، رفضوا، قال ما بصير لأنه بصير في تحيز. فبالتالي أنا محايد دينيا وعرقيا. أنا أردني عربي، أمي من السلط كاثوليكية، حتى ما ليش علاقة بالروب الأرثوذكس اللي أنتم كنتم منهم. وأبوي من الفحيص، أمي من السلط، واثنين كاثوليك. فبالتالي أنا بدافع شخصي بناء على معرفتي الشخصية وتجربتي الشخصية كتبت هذا الكتاب، وخاصة في ظل المجازر اللي بتتم في غزة الآن. فالكتاب له معنى في حينه وفي وقته. فإحنا بنشوف المجازر الآن التي تم ارتكابها في غزة وفي فلسطين، وأيضا نسترجع ذاكرة المجازر التي تمت في العالم، وأولها المجزرة الكبيرة التي تمت في عام 1864. الآن هذا الكتاب خليك معنا أبو زياد. هذا الكتاب موجود منه بعض النسخ، لكن اللي بدي يحصل عليه، أنا هديت المجلس 12 نسخة وهديت كثير من النسخ، لكن اللي بده يشتري موجود في مكتبة الصوفية، وأظن بنباع ب5 دنانير أو 6 دنانير هيك شيء. فاللي بده إياه موجود هنا. إذا في باحث أو دارس بده إياه يعني بيعمل بحث، أنا بارك الله فيك أنا مستعد أهديه، لكن بشرط أن يكون باحث أو دارس. الآن أرجو أن لا يؤخذ هذا الكتاب بوصفه عملا أكاديميا. هذا الكتاب عبارة عن رواية عن معاناة الشركس، هو ليس بحثا أكاديميا متخصصا في هذا المجال. أنا لست متخصصا في علم التاريخ، ولكن قراءتي لتاريخ الشركس جعلته قراءة فلنقل فلسفية، بمعنى حاولت أن أبحث عن التركيبة الاجتماعية الفكرية الأيديولوجية للشركس وكيف اندمجت مع التركيبة الأيديولوجية والفكرية للشعب الأردني. الهدف بيان الروح الواحدة لشعوب العالم. يعني أنا ابن خالتي المهندس العميد مازن نفاع بقول لي، اللي هو قاعد أول واحد هون، اللي بقول لي دائما أنا بشوفوني أبيضاني وكذا بفكروني شركسي. فأنتوا اندمجتوا في هذا المجتمع، يعني بتشوفوا بيض وشجر عندنا بشمال الأردن، بالكرك، بوسط الأردن، بالسلط مثلا، بالفحيص. فأنتوا اندمجتوا شكلا واندمجتوا ثقافة. يعني لما قرأت قبائل الشركس علاقتهم مع بعضهم البعض، وكيف بكرموا الضيف وما بيسألوه من وين هو ولا شو مشكلتك، كيف برحبوا بالغريب، كيف كرم الضيافة عندهم، الحشمة، شوفوا اللبس لما يرقصوا، طريقة الرقص كيف فيها حشمة غير عن الرقص العربي اللي كله هز، في حشمة في الرقص. وبالتالي اتآلفوا واندمجوا ولم ينصهروا في المجتمع الأردني ولا في أي مجتمع عربي. يعني هم موجودين بسوريا وموجودين في لبنان وموجودين في مصر وموجودين بتركيا. فبالتالي هذا التشابه في العادات والتقاليد والروحية والنفسية، يعني اليوم تحكي مع شركسي ما بتشعر إنه هذا شركسي، يعني إلا لما يقول لك أنا شركسي، أو زي ما تفضلت إنه والله أنا ما عرفت زميلك إنه مسيحي. ليش تعرف؟ طالما نفس اللغة ونفس الثقافة. فإحنا أصبحنا
بنفس اللغة وبنفس الثقافة وبنفس التاريخ. الآن فيما يتعلق بمذبحة الشركس، شيء عنيف. يعني بصراحة الأرقام اللي قرأتها يعني أرقام بتمخمل العقل. يعني بموسوعة الدكتور مامسر مثلا بيحكي على ما تبقى حوالي 200-300 ألف بعد المجزرة من يقال 5 ملايين مثلا. احنا بدناش نحكي بأرقام دقيقة لأنه بصراحة الأرقام الدقيقة صعب الحصول عليها، لكن تقريبا وأنا ذكرت في الكتاب أنه ما تبقى حوالي 7% من الشركس. هاي جريمة. يعني اليوم الجرائم اللي بترتكب في غزة أقل من هيك بكتير. طب ليش التغطية الإعلامية؟ طبعا أنتم عارفين أنه السبب الإعلام اليوم والإنترنت، صارت وسائل الاتصال أقوى. لكن سبب الإبادة كمان حيرني أنا. يعني ليش روسيا بعظمتها تحط عقلها بعقل قبائل وبتحاول تشطبهم من التاريخ ومن الحياة؟ يعني أنا يعني ليش قلت لكم أنا هذا الكتاب ليس بحثا أكاديميا؟ يعني تساؤل، لأنه أنا يعني انزعجت بكل ما في الكلمة من معنى، بل غضبت بكل ما في الكلمة من معنى. فوجدت إنه الصراع اللي كان موجود في هذيك الفترة بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية والإيرانيين والبيزنطيين، وتحديدا طموحات الروس في الأراضي القوقازية ووصولهم للبحر الأسود اللي هي المياه الباردة لأنه ما عندهم السفن وإلى آخره، فبالتالي البحر الأسود كان مهم جدا، والصراع بينهم وبين الأتراك. فكانت مسألة في غاية الأهمية، وبالتالي دخلوا يعني راحوا بما معناه ضحية الصراع بين الدول، زي اللي بصير اليوم. يعني مش إشي بعيد عنا. هينا بنشوف اليوم أمريكا كيف بتهيمن على العالم وكيف تفرض سيطرتها، واللي ما بيعجبها بتضربه إلى آخره. ففي ذاك الوقت أنتوا رحتوا ضحية صراع الإمبراطوريات. الآن كيف اندمجوا؟ كمان ظاهرة تانية بحاجة لدراسات أكثر من هيك. هاي دراسة مبدئية. وأنا بالمناسبة هذا العمل عرفني على كثير من الناس اللي ما كنت أعرفهم، يعني مثل الأستاذ عدنان. يعني بصراحة واهتماماته في المتحف ويعني إشي عظيم. طب أنتوا ليش ما تبرزوا هاي الأعمال؟ التراث. الآن أنا بحكي خارج سياق الكتاب بالمناسبة، لأنه الكتاب يقرأ. لأن أنا بستغل هاي الفرصة حتى أنا ألفت انتباهكم لبضع أمور. التراث الشفهي للشركس إذا ما حافظتوا عليه رح يندثر. القصص والسواليف اللي أنا سمعتها من أصدقائي هاي من الكبار رح يندثر إذا ما حافظتوا عليه وسجلتوه ووثقتوه. قصص زي بيقولوا مثلا كانت أمهاتكم وجداتكم يحطوا صليب على الخبز لما يخبزوه، أو لما واحد يموت يحط له مقص مفتوح، أو خليل بوران مرة حكى لي قصة عن لما مات أول شركسي جاب بدوي يقرأ عليه، ولا أصحابي اللي حكى لي شو قرأ عليه. يعني بيحكوا شو قرأ عليه البدوي. يعني هذا جزء من تراثكم، جزء من تاريخكم، لازم تحافظوا عليه وتسجلوه، وإلا الأجيال القادمة رح تنساه. يعني هيني أنا ما تأخذوني بهاي الكلمة، هيني بتطلع الآن كلكم أصغر مني أو من جيلي، ما في شباب، ما في شباب شركس بيهتموا بكتاب اسمه الشراكسة. ما تأخذوني بهاي الكلمة، لكن أنا محروم. نفس الكلام قلته في منتدى الفكر العربي. تحضر المنتدى بتلاقي الشباب فيه. طب احنا لمين بنأسس قاعدين؟ احنا جيلنا 10-20 سنة والله سهل علينا، بدنا نأسس لجيل الشباب، وهاي دعوتي إلكم. طبعا ما يأخذوني كم من صبية موجودات، أنا بس بحكي بشكل عام. حكيت كثير أنا. صار 12 دقيقة. طيب أنا بدي أنهي وأتمنى إني أسمع بعض التعليقات حتى يصير في شوية حوار. شكرا جزيلا. كل الشكر دكتور المهندس أيوب عيسى أبو دية على هاي المداخلة الجميلة والمؤثرة.
اللي قرأ هذا الكتاب بتمعن وبتحليل أكاديمي علمي، الأستاذ الدكتور مجد الدين خمش. بدنا نطلع على تحليله ووجهة نظره في الكتاب. تفضل دكتور. شكرا. كل الشكر والاحترام ولكل الحاضرين والحاضرات في هذه الأمسية، وأنا أبدأ بإني أتوجه بالترحيب والشكر والتقدير لعطوفة الباشا خير الدين هاكوز أبو نورز على الكلمة الجميلة الوطنية المليئة بالدفء والإنسانية والأخوة والتعاون، وهو رجل الحقيقة، رجل المواقف ورجل المكارم ورجل حل المشكلات في المجتمع الشركسي والمجتمع الأردني بشكل عام. نفتخر فيك باشا. ونحن نفتخر أيضا الحقيقة بأصدقائنا معالي أبو موسى الكسبي الصديق العزيز، ونحن الحقيقة نبارك لك من جديد، ونبارك لعطوفة الباشا أبو ركان ممثلنا الجديد. نحن الحقيقة نعتز بجهود هؤلاء الناس، حمادات زعماء وقادة لمجتمعنا، يخدمون المجتمع الأردني بشكل عام ويخدمون العشائر الشركسية في نفس الوقت والعشائر البدوية المختلفة. الحقيقة لا يفوتنا أيضا أن أجدد الترحيب بصديقي العزيز، الصديق الذي أعتز بصداقته، الدكتور أبو دية، وأهنئه على هذا الإنجاز الكبير، وهو جزء بسيط جدا من إنجازاته في مجال الهندسة والفلسفة والحضارة العربية والعالمية. سعيد جدا بوجود أبو بكر معنا، وهو صديق مشترك وتحفيزه ودائما يعني تأثيره الإيجابي على أستاذنا العظيم. الله يخليك. أيضا يعني الصديق الذي أعتز به من جديد الكابتن البلبيسي، الحقيقة ملحس، الكابتن ملحس، والكابتن ملحس من الناس الطيبين ومن وجوه البلد ومن الناس الذين بنوا وأسسوا في الملكية وفي إدارات الطيران المختلفة. نعتز بكل هؤلاء الناس ونعتز بكم جميعا، ونعتز بحمادة العزيز. والحقيقة أنه أنا يعني لا أتذكر كل الأسماء، وبالتالي أرجو المعذرة، ولكن أرجو قبول احترامي واعتزازي بجميع الحاضرين والحاضرات في هذه الأمسية الخيرة التي نتذاكر فيها تاريخنا وخبراتنا وحياتنا المشتركة. وأشكر الدكتور باسل على جهوده الكبيرة في النواحي الإعلامية وفي النواحي التنظيمية، والدكتور أبو عمر يعني قام بجهد كبير ليس فقط بمراجعة الكتاب وإنما أيضا الإلحاق بتأليف عدد كبير آخر من الكتب حول الشركسي. في حديثي أو في تحليلي يعني وأنا متأثر بتخصصي وهو علم الاجتماع، وبالتالي دائما لما بتناول كتاب من الكتب بحاول أنا أستخدم منهجية في علم الاجتماع بنسميها منهجية تحليل المضمون، ونحن نحلل مضمون الكتاب أو مضمون المقال أو مضمون القصيدة الشعرية إلى ثيمات، إلى محاور أو أفكار أساسية يغطيها الكتاب. وبالتالي سأحاول أن أتحدث عن الثيمات الأساسية الموجودة في هذا الكتاب. ونجد أنه هذا الكتاب هو عبارة عن سرد تاريخي ولكن بأسلوب روائي أو بأسلوب شبه روائي الحقيقة، وبالتالي في نوع من التشويق وفي نوع من الجاذبية. يعني مجرد ما أي شخص يبدأ بقراءة الكتاب يجد نفسه منشدا ومنجذبا
إلى أن يستمر وأن ينهي الكتاب. معلومات تاريخية متسلسلة ولكن بشكل مبسط، وبالاعتماد على أدلة أنثروبولوجية وأدلة تاريخية وأدلة أركيولوجية من علم الآثار، كلها جمعها الباحث سويا ليقدم هذه السردية الجذابة المشوقة. في تحليله للحضارة الشركسية في القفقاز وفي بلاد المهجر يركز على 3 مكونات أساسية. هذه ال3 مكونات الأساسية هي التي صنعت الحضارة الشركسية وأعطت الشركس الهوية المتميزة التي تميزهم. أول مكون هو التنظيم القبلي، يعني الشركس كان لديهم تنظيما قبليا في القفقاز، وهذا التنظيم القبلي تنظيم فعال، وهو نوع من التكيف مع البيئة ونوع من التكيف مع الواقع والتحديات، يخلق نوع من التعاون قائم على القرابة وعلى المصالح المشتركة وعلى الهوية المشتركة لإنجاز الأعمال وإنجاز الأهداف بالشكل المناسب. والمكون الثاني هو العادات والتقاليد الشركسية التي قابزة، اللي هي عادات وتقاليد تم التوافق عليها عبر الأجيال وأخذت صفة الاحترام والتقديس، ويخضع لها الجميع، يخضع لها الشباب والشيوخ والكبار، وترسم لكل شخص للمرأة وللرجل ما هو السلوك المتوقع منه أو المتوقع منها في موقف من المواقف. وبالتالي هنا نجد نوع من المرونة، ولكن في نفس الوقت السلاسة في العلاقات الاجتماعية، لأن العلاقات الاجتماعية مرسومة والكل يعرف ما هو الدور الذي عليه أن يقوم به، وبالتالي نجد العلاقات تسير بشكل منتظم يؤدي إلى الاستقرار وإلى الوحدة وإلى التقارب في المجتمع. يعني أنا أعرف أن البعض أحيانا بعض الأكاديميين ينتقدون ما يمكن أن يسموه بفجوة الأجيال، ويتحدثون عن وجود فجوة بين الأجيال، بين الكبار وبين الشباب، بين الصغار، لكن الحقيقة هي فجوة يعني مقبولة كنوع من التسلسل للاحترام. ولكن أنا في رأيي أنه بدأ المجتمع الشركسي كما المجتمع الأردني يسير نحو الديمقراطية في العلاقات الأسرية ونحو الديمقراطية في العلاقات بين الكبار وبين الشباب وبين الصغار، وبدأنا نحن ككبار نهتم بالشباب ونتعامل معهم ونتحدث إليهم. وقدوتنا طبعا جلالة سيدنا الملك حفظه الله ورعاه، الذي يدعو دائما إلى احترام الشباب وتمكين الشباب وإعطائهم المزيد من الفرص. لذلك أنا أكون سعيد جدا لما أجد أنه في أي لجنة من لجان الجمعية في عندنا 20% أو 30% من الشباب. البعض يتحدث أيضا عن الفجوة بين النساء والرجال، بين الشباب والبنات، وأنا لا أجدها أنا فجوة الحقيقة، لأنه يعني احنا بنشوف أنه الاختلاط يسير بشكل جيد ومحترم في الحفلات، في المناسبات، في كل هذه الأمور. ولكن لا شك أنه المجتمع العربي بشكل عام تأثر من سنة 1979 بعد ثورة الخميني حقيقة، وبعد محاولاته لتصدير الثورة الإيرانية إلى البلدان الأخرى. والثورة الإيرانية فيها جانب سياسي ولكن فيها جانب ثقافي واجتماعي. هذا الجانب الثقافي والاجتماعي خطير، لأنه يؤدي إلى الانقسامات في المجتمع، انقسامات بين النساء وانقسامات بين الرجال والنساء، ويهاجم بشكل مبطن الحقيقة العادات والتقاليد السمحة التي تربينا عليها والتي عشنا في كنفها.
والمكون الثالث الحقيقة الذي خلق الاستقرار والوحدة في المجتمع الشركسي ولا يزال هو نمط الاقتصاد الزراعي الذي كان موجودا في القفقاز، والبعض يتحدث أنه كان نمطا إقطاعيا. هو ليس نمطا إقطاعيا بالمعنى الدقيق للكلمة الحقيقة، وإنما كان لدى الشركس نمط إنتاجي زراعي يقوم على الزراعة وتربية الماشية وتربية الطيور وعلى الاكتفاء الذاتي. هذا النمط الزراعي ميزته الأساسية إنه هو يخلق الاكتفاء الذاتي لدى الأسر، كل أسرة تنتج ما تحتاج إليه. هذا النمط الإنتاجي تم نقله مع المهاجرين الشركس إلى بلدان المهجر في تركيا وفي بلاد الشام وفي فلسطين وفي الأردن، ولا زلنا نتذكر كيف أن المجتمع الأردني، الأسر الأردنية سواء كانت شركسية أو غير شركسية، كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي، كانت تنتج ما تحتاج إليه، كانت تنتج الخبز في البيت، وكانت تنتج البيض والطيور واللحوم والمنتجات من الخضار، ومن النادر أنها كانت تذهب إلى السوق لتشتري. نحن لم نعرف نمط شراء الخبز من السوبر ماركت أو من الأفران إلا بعد 1960. يعني قبل ذلك كانت كل أسرة تخبز إما في الطابون عندها وإما ترسل الخبز إلى الفرن، وكنا نحن كأطفال صغار نحمل الصينية وعليها أقراص العجين ونذهب إلى الفرن ونعود، وكانت يعني خبرة جميلة إنه الكل يتعاون والكل ينتج. وأي بيت كنت تجده في وادي السير، في ناعور، في شارع وادي السير، في عمان، في جبل الوردة، أي بيت كان يكون في خم للدجاج. في خم الدجاج هذا كانت الأسرة تكتفي من البيض ومن لحوم الدجاج وكل هذه المنتجات الطيبة. لكن طبعا بعد ذلك يعني بدأنا ندخل في مرحلة اقتصاد السوق، وبدأنا نعتمد على السوبر ماركت وعلى الدكاكين في أنه نشتري، وحديثا دخلنا في مرحلة المولات الكبيرة، وصار الواحد يعني يذهب إلى المول ويشتري نص البلد من المول. ودخلنا في النمط الاستهلاكي، بدأت الأسر الشركسية والأسر الأردنية بشكل عام الحقيقة تألف هذا النمط الاستهلاكي وتخلق نوع من التمايز الطبقي في المجتمع. نتيجة دكتور معك دقيقتين. لسه فكرتين بس. بدي احاول اختصر. انا بزعل اذا بدي احاول اختصر. الحق حق برجع احكي مره ثانيه. بدي احاول اختصر. يعني الحقيقه الان انا بدي اشير بعد لبعض الملاحظات يعني النقديه الحقيقه ربما مرتبطه بالكتاب ومرتبطه بكتب اخرى. انه اولا في نوع من عدم الدقة بالنسبة للهجرة الشركسية. يعني في بعض المؤلفات تجد المؤلف يقول لك ب 1878 أجت العشائر. بتروح لمؤلف ثاني يقول لك لا 1868. حقيقة الأمر إنه يعني في هجرات شركسية صغيرة. هذه الهجرات الصغيرة بدأت تصل إلى عمان وإلى الأردن وإلى وادي السير وإلى جرش من 1865. هذه ما في عليها تركيز كثير، لكن الهجرات الكبيرة جاءت فيما بعد. يعني لازم احنا نتذكر انه في هجرة كبيرة جدا جاءت بال 1902 وسكنوا في منطقة المهاجرين. والشركس في عمان اللي كانوا قبل ذلك سموهم المهاجرون. يعني هو حي المهاجرين
ليس نسبة لإخواننا الفلسطينيين الهجرة الفلسطينية، محجر لها. هو قبل ذلك بكثير. هو انه الشركس اللي كانوا بعمان اعتبروا نفسهم انهم الان هم مواطنين اصليين، وانه الشركس الذين جاءوا بال 1902 سكنوا بمنطقه راس العين والمهاجرين انه هذول هم المهاجرين. وصار في تمييز في عمان، تفرقه بين شركس المهاجرين وشركس عمان. ربما الى الان بعض البقايا، ولكن هم من احسن الناس يعني الحقيقه، سواء كانوا في المهاجرين في وادي الشير في ناعور. التفرقه الثانيه التي حدثت بسبب توزيع الاراضي، انه الدوله العثمانيه وزعت الاراضي على الاسر الشركسيه. في اسر اعطتهم اراضي من اراضي الدوله العثمانيه في عمان. هذه الاسر مع قدوم الامير عبد الله مؤسس الإمارة الشرق الأردن الملك عبد الله الأول فيما بعد رحمه الله وطيب الثراء، وإنشاء إمارة شرق الأردن، بدأت الإمارة تصبح بحاجة إلى جنود، إلى شرطة، إلى موظفين، بدها كوادر إدارية. فبدأت تأخذ هذه الكوادر الإدارية من سكان المدن أولا، وبالتالي أغلب الشباب في عمان في ذلك الوقت، يعني آبائنا إحنا، اشتغلوا موظفين. الآن الشركس اللي أخذوا أراضي مثلا في مناطق زراعية في وادي السير في ناعور في جرش، عملوا في الزراعة وحافظوا على نمط الاقتصاد الزراعي. وفي البداية ربما يعني شعروا بأنه والله الموظفين اللي في عمان وضعهم المعيشي أحسن، ولكن فيما بعد غليت الأراضي وصارت أراضيهم أثمن من الذهب، وبالتالي بدأوا ينهضون طبقيا، وبدأ الموظفون في عمان يحسدونهم على ذلك ويقولوا يا ريتنا احنا كنا بناعور وتملكنا أراضي زراعية وإلى آخره أو في وادي السير. الأمر الثاني اللي هو يعني من ناحية عاطفية لدى البعض ربما أحيانا مبالغة في قضية النكبة، ومبالغة في قضية إن الضحايا وعدد الضحايا وكذا. هو لا شك أنه كانت الأمور فظيعة، كان هناك فظاعة وكان هناك ضحايا، ولكن المجتمع الشركسي وكذلك الفرد الشركسي والفرد الأردني دائما قادر على الصمود، وقادر على احتمال المصاعب، وقادر على النهوض من جديد تماما، كما هي أسطورة الطائر الفينيق، وهي أسطورة تعرفونها جميعا، أنه هذا طائر الفينيق بعد أن يشيخ ويضعف ويتقدم بالعمر ويجد أنه لم يعد بإمكانه أن يصطاد أو أن يقوم بما يقوم به، يحلق في السماء إلى أعلى نقطة ممكنة، وبعد ذلك يغلق جناحيه ويسقط إلى الأرض ينتحر، وحين يصطدم بالأرض يحترق ويتحول إلى رماد، ولكن من داخل هذا الرماد ينبثق طائر فينيق جديد كله حيوية وشباب. كذلك الشعب العربي والشعب الفلسطيني والشعب الشركسي. أتوقف الآن. كل الشكر دكتور. يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور على المداخلة. المداخلة القادمة الأستاذ محمد عمر أزوقة بده يقدم لنا إياها، ونأمل أنه يكون تحليل من الكتاب نفسه. أنت قرأته أكثر من مرة، وبالتالي التحليل اللي له علاقة بالكتاب إن شاء الله يوصلنا. تفضل. سعادة الباشا خير الدين راعي الحفل، أصحاب العطوفة والسعادة، الحفل الكريم، أسعدتم مساء. منذ اللحظة الأولى التي جلست فيها مع الصديق
الدكتور أيوب أبو دية أدركت أن هذا العلامة الذي يحمل في ذهنه المتوقد نتاج أبحاث وجهود لكتابة أكثر من 50 مؤلف في قمة الجدية والرقي. عرفت أن هذا العلامة يحب الأردن والأردنيين على اختلاف منابتهم وانتماءاتهم حبا عميقا، وإلا فكيف أفسر اهتمامه وهو العربي المسيحي ابن مدينة الفحيص العريقة في الكتابة المتعمقة عن إثنية لا علاقة لها بجذوره، سوى أنها تشاركه النسيج الأردني وتكمل معه تشكيل الفسيفساء الوطني الجميل. وقد أكبرت فيه رحابة صدره وتقبله الإضافات والتعديلات على مدى الأشهر التي أعدنا فيها طباعة الكتاب مرتين، ليثبت بذلك امتلاكه قابلية العالم المتمرس والديمقراطي الذي يتقبل آراء الآخرين بتواضع وطيبة لا تعرفان الحدود. يحمل هذا العمل المختصر في صفحاته معلومات مهمة وعلى درجة عالية من التفصيل، ويتدرج من فجر التاريخ المكتوب ليصل بنا إلى يومنا هذا، فيفرحنا حينا ويؤلمنا حينا آخر، ويظل في جميع الأزمنة يملأ قلوبنا فخرا واعتزازا بهذه الأمة النبيلة. لقد عانت الأمة الشركسية منذ فجر التاريخ من الغزوات والاعتداءات المستمرة، وذلك لوقوع القفقاس وسط إمبراطوريات كبيرة ذات ميول توسعية، ولأن القفقاس شكل ممرا للدول الاستعمارية الصاعدة منها شمالا أو النازلة إلى الجنوب تحت مختلف الذرائع والأسباب. لذلك بقيت الأمة الشركسية في حالة حرب مستمرة فرضت عليها أن تلجأ إلى أسلوب الهجمات المفاجئة لجيوش الأعداء، مع التفوق البدني والشجاعة التي شهد عليها العديد من المؤرخين عبر العصور. ورغم كل هذه الصعوبات التي لم يكن أقلها اضطرار الشراكسة إلى تحمل الضرائب والأتاوات التي كان بعضها مؤلمة، مثل اشتراط تتار القرم على الشراكسة تقديم عدد من الفتيان والفتيات إضافة إلى الماشية سنويا حتى لا يقوم التتار بغزوهم الذي كان ينطوي على مذابح لقرى كاملة، إلى أن حزم الشراكسة أمرهم وانتصروا على التتار في معركة وادي شجن. اتخذت الأطماع الأجنبية في القفقاس شكل عقدة في قلوب القياصرة الروس على مدى أكثر من 100 عام، قتلوا خلالها أكثر من نصف الأمة الشركسية في ميادين القتال وعلى دروب التهجير وفي مذابح القرى. كان أبرزها قيام الجنرال يرميلوف مثلا بقصف أي قرية شركسية يخرج منها شاب يسرق حصانا من الروس بالمدفعية الثقيلة، ثم يرسل الفرسان القوزاق للقضاء على من بقي حيا من القرويين أو حتى الماشية. حمل الشراكسة روحهم الوثابة وصبرهم الأسطوري وأدبهم الجم إلى البلدان التي هجروا إليها، فكان منهم في تركيا العثمانية 4 ممن حملوا لقب صدر أعظم، أي رئيس وزراء، والعديد من القادة العسكريين والوزراء. لكن تأبى الإمبراطوريات إلا أن تتصرف بوحي من مصالحها، فقد استغل العثمانيون المهجرين الشراكسة في تدعيم جيوشهم في البلقان وغيره،
ثم أقاموا 5 قرى شركسية حول مدينة اسطنبول وسلحوا رجالها ومنحوهم صلاحية منع أي قوى معادية للسلطنة من العبور إلى المدينة. ثم قسموا الأناضول إلى قسمين، شرقي وغربي، وزرعوا قرى شركسية على امتداد الحد الفاصل لمنع أي قوى من العبور أيضا. ثم انتقل به الأمر إلى سوريا وفلسطين وشرقي الأردن، فأقاموا القرى الزراعية التي تهدف إلى زراعة الحبوب لتغطية حاجة جيوشهم في أوروبا وأفريقيا، وكذلك لحماية طريق الحج من هجمات البدو من شمال سوريا وحتى جنوب شرقي الأردن. لكن الشراكسة استطاعوا أن يحافظوا على ترابطهم الاجتماعي في أقطار التهجير، واحتفظوا بلغتهم وعاداتهم وفنونهم، بل وأقاموا تحالفات قوية مع السلطات، وتجلى ذلك في العلاقة المتينة بين المهجرين الشراك والسلطة الهاشمية في الأردن، حيث احتضن الشراكسة الأمير عبد الله بن الحسين واستضافه آل المفتي في مضافتهم بوسط البلد. وبدأ الشراكسة منذ لحظة قدومهم إلى عمان عملية إعادة بناء المدينة وإرساء قواعد الأمن والنظام، فكان منهم رجال الأمن وأسسوا أول بلدية ترأسها شركسي عام 1909 هو المرحوم إسماعيل بابوق. كذلك حرص الشراكسة على تقاسم مصادر المياه الضرورية لقبائل البدو القريبة من عمان، فخصصوا عدة مساحات على سيل عمان لتكون مراكز لسقاية مواشيهم. وحرص الشراكسة أيضا على إقامة العلاقات الطيبة مع القبائل العربية المحيطة، وقد ساعد الإسلام على تغذية هذه العلاقة وعلى تعلم اللغة العربية، مما سهل التفاهم، كما أن التشابه في الكثير من العادات والتقاليد زاد في التقارب. فمثلا قام الشراكسة بتشكيل مجالس عشائرية محلية في المدن التي يسكنونها، وتطور الأمر حتى أصبح لديهم مجلس عشائري موحد، أي رئيسه قدامكم، يضم ممثلين عن الشراكسة في الأردن. تكمن أهمية هذا المجلس في رسالته التي تدعو إلى إحلال السلام والوئام محل العداوة والخصام. كذلك أبرم الشراكسة معاهدة أخوة وصداقة مع قبيلة بني صخر عام 1904 وجرى تحديثها عام 2012. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لقد استطاع الدكتور أيوب أن يقدم وثيقة في منتهى الصراحة والإنصاف لأمة عانت طويلا قبل أن تستقر بها الأحوال، سواء في أرض الأجداد أو في دول الشتات. فشكرا له على هذا العمل الذي يقدم للقارئ محصلة جامعة قد لا يعثر عليها في العديد من الكتب الأخرى. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم. كل الشكر أبو عمر، مع أنه ضايل لك دقيقتين. إذا سمحتوا لي، أنا في بعض النقاط، أنا قرأت الكتاب، فمشان هيك بحب بعض النقاط اللي انتبهت لها. أول شيء في بعض الأخطاء الإملائية أنا حكيتها للدكتور، وطبعا لا يعاتب الدكتور، حتى كتابنا الشركسة لما يكتبوا ممكن إنهم يخطئوا في بعض النقاط يثبت إنه شركسي. يعني في كلمة حماه مذكورة مرتين، وهي يفترض إنه حمادة أو تحاه. يعني هاي الأخطاء صعب على الدكتور إنه يقدر يميز، هاي الأخطاء الإملائية أنا بعتقد لا يعاتب عليها. في نقطة ثانية اللي هي إلها علاقة أنا شفت زي علامة استفهام بالكتاب، إلها علاقة بأساطير النارتيين والأساطير اليونانية. السؤال اللي دائما بيطرح نفسه، مين أخذ من مين؟
هل احنا اخذنا منهم ولا هم اخذوا منا؟ هلا طبعا احنا كمجتمع شركسي طبعا بدنا نحكي انه هم اخذوا منا، بس هو في الواقع في ادله على هذا الكلام. يعني اشهر قصه باساطير النارتيين واساطير اليونانيه اللي هي بروميثيوس عند اليونانيه، في مقابله سوسرقة. طبعا الاثنين سرقوا النار من الآلهة، والاثنين اتعاقبوا من الآلهة، والاثنين كان في قصة لها علاقة بالنسر. بالنسبة لبروميثيوس تم تعليقه من قبل الآلهة على جبل القفقاس، هيك بالقصة اليونانية تم تقييده بالقفقاس، بجبال القفقاس. الأستاذ علي عم بيعترض، بس هي هيك. بروميثيوس لا، هو الواقع انه لا لا نعطيه فرصة ثانية. هي اساطير كل واحد يسطر اللي بده اياه. الاساطير اليونانية كثير منها لها علاقة بالقفقاس. يعني ميدوسا اللي هي الأميرة اللي تحولت لساحرة شريرة، ميدوسا هي من منطقة كولشيس اللي هي منطقة الأبخاز. الجولدن فليك اللي هو الجاعد الذهبي كمان موجود في كولشيس اللي هي منطقة الأبخاز. كعب آخيل كمان سوسرقة، بقصة سوسرقة بيحكي على أنه نقطة الضعف عند سوسرقة كانت بكعبه، لأنه إذا بتتذكروا الصورة المشهورة اللي الحداد ثبش ماسك الملقط، ماسك الطفل من إجره وعم بيحطه بالنار لأنه من الحديد، وبعدين بيجيبه بيحطه في المي مشان يبرده. مكان ممسك الملقط هي نقطة الضعف تبعت سوسرقة، واللي هي تشابه بالضبط موضوع أخيل. القصص أساطير النارتيين ما فيها أي ذكر نهائيا لليونان ولا لأبطال من اليونان. كل أساطير النارتيين هي لها علاقة في بيئة القفقاس، لها علاقة بالزراعة. بالقفقاس بحضارة الكوبان في زراعة، لها علاقة بالعرباية، لها علاقة بالعجلات، لها علاقة بالبيئة الجبلية. هذا كله موجود بالقفقاس. الأساطير اليونانية طبعا لا شك بأنه صار في تجارة بيناتهم. يعني بحدود 700 قبل الميلاد كانوا التجار ييجوا على القفقاس وكانوا يروحوا. اليونانية كانوا يبعثوا فنانين علماء ياخذوا نباتات، ياخذوا أنواع مختلفة من الحيوانات، ياخذوا أمور كثيرة من القفقاس مشان يدرسوها ياخذوها على اليونان. فالواقع بأنه كل الدراسات بتبين أنه أساطير النارتيين ما فيها أي ذكر لأي شيء يوناني، بينما في المقابل كثير من القصص الإغريقية لها علاقة بالشركس. والصحيح أنه حضارة الكوبان احنا بنحكي عن حضارة 3000 قبل الميلاد، بينما اليونانية احنا بنحكي عن 1000 قبل الميلاد. وعادة الحضارات بتاخذ من الحضارات اللي أقدم منها. طبعا هذا الموضوع راح يظل موضوع نقاش. أوكي، الموضوع راح يظل موضوع نقاش. النقطة الثانية اللي بحب أحكيها، لفت انتباهي اللقاء الإذاعي اللي سواه الدكتور مع الإذاعة الأردنية. طبعا المذيع الأردني بيقول إنه الأردن تتميز بوجود تنوع ثقافي فيها وتنوع عقائدي. أنا بعتقد أن هذا الكلام مش مزبوط. كل دول العالم فيها تنوع إثني، تنوع عقائدي. بطل في دولة في الدنيا ما فيها هذا التنوع. ولكن الحقيقة أن الأردن تتميز بإشي تاني، تتميز بأنها أعطت حقوق لهذه الإثنيات بعكس دول كثيرة من دول المنطقة. فمشان هيك الإثنيات اللي موجودة في الأردن أخذوا حقوقهم وتعاملوا معهم السلطة والشعب بنوع من أنواع العدالة. هذا هو اللي بيميز الأردن. بطبيعة الحال
بطبيعة الحال أنا بعتقد أنه الأردن إحدى التجارب الناجحة في المنطقة. هاي التجربة أنا بعتقد أنه بأعناقنا جميعا وخاصة الشركس والمسيحيين أنهم يحافظوا على هاي الخاصية اللي خلت الأردن من يوم ما تأسست وهي تعرف قيم العدالة إيش هي. هذه النقطة إحنا اللي لازم ندافع عنها. مع الأسف بالسوشيال ميديا بالفترة الأخيرة بلشنا نشوف بعض الأشخاص اللي بيعتلي منصة على السوشيال ميديا وبصير يفتي بالتاريخ وبصير يفتي بالجغرافيا ومين هم هدول الشركس والمسيحية والمش عارف مين. هذه النقطة لابد من المثقفين في المجتمع اللي حاملين على عاتقهم المحافظة على إرث الأردن وعلى خاصية الأردن بأنه بلد كان عادل من يوم ما تأسس، على عاتقهم أنهم يحافظوا على هاي الخاصية ويواجهوها. مع الأسف بعض وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك مين اللي الشركس ما لهم علاقة بعمان، مش هم اللي أسسوا هذا السير، مش هم اللي موجودين هناك. هذه القضايا كلها أحيانا بعض السوشيال ميديا يكونوا مدعومين من وزارة الثقافة. فهذه القصة ما حدا راح يدافع عنها إلا إحنا الناس المعنيين في الموضوع، الشركس والمسيحية. فأنا بعتقد هذا اللقاء مهم جدا، لا تتوحد هذه الجهود من أجل الأردن ومن أجل كل الناس اللي بالأردن. شكرا لكم. الدكتور حابب يرد علي وبعدين راح نعطي المجال. شكرا لملاحظاتك المهمة في غاية الأهمية. أنا بس عندي ملاحظتين، راح أجيك على الثقافة ومسألة سوسرقة ومسألة بروميثيوس، لكن بداية أحب أني أوضح مشاعري تجاه نفسي وتجاه بلدي وتجاه العالم العربي، لأني أنا عروبي وأشعر كذلك. أنا لا أحب أن ينظر إلي بأني أنا مسيحي، أنا مواطن. أرغب أن ينظر إلي أني أنا مواطن، بغض النظر كنت عربي شركسي فلسطيني، أنا مواطن. اثنين، أنا شغلي هاي دايما بمتعد منها وبدي أصرح فيها علنا. أتمنى أن يكون الزواج في المستقبل زواج مدني، لأنه إحنا كمسيحيين نقدرش نخدم بالشركس يا أخي. في حالات بدي أسلم، ما بدي أسلم يا أخي، أنا مبسوط بديني ما بدي أسلم. فالزواج المدني بس والله حبيت شركسية أنا، ليش تحرموني أتجوزها؟ فأنا أتمنى أنه في المستقبل يصير في مجتمع مدني اللي الواحد يروح يتزوج بغض النظر عن ديانته. يا سيدي، فيما يتعلق أنا أحترم وجهة نظرك تمام الاحترام بالنظر إلى تاريخ الشركس يعود إلى، وهي نقطة الأستاذ الزوقة طلب مني أني أضيفها، أنا ما كنت حاطها، الدولمينات، مش أنت اللي طلبت مني؟ وطلب مني أيضا أغير كلمة هجرة الشركس إلى تهجير الشركس، وهذا كلام سليم 100%. نعم، فأنت لك الفضل في كثير من الشغلات، أنت وأبو بكر لكم فعلا الفضل. أنا أحترم وجهة نظرك فيما يتعلق بمن يعود إلى من. الدولمينات في تاريخ الشركس تعود إلى العصر النحاسي، يعني إحنا بنحكي حديدي قبله برمزي قبله نحاسي، نحكي على 3500 سنة قبل الميلاد، يعني 5-6000 سنة، تاريخ عريق. وبالمناسبة أقدم معاصر النبيذ في العالم في 3 أماكن، في شمال إيران في مناطق شيراز ومشيراز، وفي جورجيا، وفي مناطق في القوقاز وأرمينيا. أقدم معاصر النبيذ 6000 سنة، فبالتالي حضارة قديمة جدا. الآن هلا بنيجي احنا لمسألة الأبطال مثلا، احنا بنحكي عند الشركس عندكم نارت، وفي للنارتيين اللي هي سسرق، اللي هي ستنين، اللي هي ستنين. عندك سسرقة، عندك البطلة كمان الشركسية لاشينكي، هاي اللي حاربت
التتر وغلبتهم. هلا هذا تراث مشترك في المنطقة يا جماعة، انتوا جزء من هاي المنطقة. يا دكتور انتوا جزء من هاي المنطقة، مش انتوا حضارتكم مستقلة عن حضارات اليونان ولا مستقلة عن حضارات العرب ولا حضارات ما بين النهرين، حضارة واحدة. يعني عندنا آلهة الخصوبة مثلا، عند العرب اللات، عند العراقيين مثلا الحضارة السومرية القديمة إنانا، نعم. عندكم اللي هي ستنة. فبالتالي هاي التراث مشترك. فأنا على الأرجح أنه الأصل شركسي، لكن أنا أرغب أن أفكر بالعكس ذلك، أنه هاي الحضارات مندمجة مع بعضها البعض، تاريخها مشترك، وبالتالي ثقافتها مشتركة، وبالتالي يجمعها تاريخ مشترك، ولا داعي حتى أن نتحدث عن الاندماج، إحنا مندمجين ومخلصين. شكرا جزيلا. طبعا هذا موضوع بده بحث كتير ونقاش كتير، بس الحوار ببلش زي هيك، وإن شاء الله بصير في فرصة اللي يكون في جلسات أخرى اللي ندخل بأعماق أكثر من هيك. تفضل أستاذ عدنان. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. أنا بشكر الدكتور راغبية جزيل الشكر على هذا الكتاب، وهذا يضاف للمكتبة الشركسية على يعني بكل فخر واعتزاز. كما يعني نفتخر بكتاب الله يرحمه رؤوف أبو جابر، كتاب هند أبو الشعر، كتاب العربوطي. هؤلاء الكتاب اللي غير شركس يعني له قيمة كبيرة. يعني ما بتعرف احنا الشركس إذا واحد كتب عمود بالجريدة بتوزع على كل في واحد كتب عن الشركس هيك، يعني يمكن في ناس كتب موسوعة كاملة، لكن بنشوف اللي كتب شوي عن الشركس من خارج المجتمع تبعنا. أشكرك. اللي تحدث عن المجتمع الشركسي بكل فخر والهاي، فاهم؟ يعني احنا بنعتز كثير على هذا الكتاب، ويدخل للمكتبة الشركسية ويتدون ان شاء الله، بصير يعتبر مرجع لجميع الباحثين والدارسين. كل الاحترام والشكر. لا لسه ما هم. شكرا. أي مداخلة أخرى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كل الشكر والتقدير للدكتور على هذا الكتاب القيم الذي يتحدث عن الشركسة، وشكرا جزيلا. أنا حاب أسأل السؤال اللي هو أجدادنا الشركسة لما أجوا على عمان في ذلك الوقت ما كان في ولا ناس في عمان، ما كان في عمان ولا ناس. اللي حاب أسأله مين اللي كانوا هناك، مين العشائر الأصليين الذين نعتبر أنهم أردنيون عن أب وجد في ذلك الوقت. وشكرا. احنا اتفقنا انه ناخذ الاسئله وبعدين الدكتور راح يجاوب. يعطيكم العافيه وشكرا كثير للدكتور ايوب على الكتاب. انا بعدني ما قريته، بس ان شاء الله راح اروح على الصويفيه زي ما حكيت واشتريه. في عندي نقطتين. الوحده لما قال الدكتور مجد الدين الحضاره الشركسيه، لا اعتقد انها حضاره، لأن كلمة حضارة لا تنطبق، وإنما أمة شركسية كما تفضل الأستاذ محمد أزوقة، لأن الحضارة بدها تكون لها تأثير على العالم الآخر. حضارة الرومانية، حضارة اليونانية، حضارة فرعونية، حضارة بلاد ما بين النهرين. أما الشركس ما أظني، أنا شركسية أوكي، بس ما لهم تأثير على العالم الآخر. مزبوط؟ هاي وحدة. وجهة نظر. النقطة الثانية إنه ينظروا لي إنه مسيحي أو مش مسيحي، وأنا بحسها عند زملائي من الناس المسيحيين. يا عمي أنتوا عرب، أنتوا أردنيين زينا زيكم، باعتبار يعني لو قلنا هذه تحملوا نفس الأفكار، نفس القيم، نفس اللغة، فأنت مش جاي مثلا من محل ثاني. أي مسيحي موجود بالأردن هو أردني ومن أصل العربي وموجود في أرضه، فهو مش مختلف عن الناس التانيين. بس مرحبا، يعطيك العافية. أول شيء بدي أشكرك سيد أبو ظبي على هذا الاهتمام بتاريخنا الشركسي. أنا أعتذر عن صوتي يعني لأني مريضة، لكن حبيت إني أتواجد بهذا المكان. بدي أسمع وأشكرك على هذا الاهتمام، بعيد كمان مرة وبكرر.
اللي بدي أحكيه أنا ما قرأت الكتاب وما عرفت عنه إشي زي البقية طبعا أو مين اللي قرأه، لكن كنت بفكر إنه يفترض كان يكون موجود يعني هلا يعني متوفر حاليا هون بهذا المكان، نشتريه ونقرأه يعني كالعادة كالمتبع، لأنه بتوفر قدامنا أحسن يعني وأسهل للمطالعة. القصة الثانية اللي هو أنت بدي أعقب على اللي حكيت عليه، اللي هو التقصير في وجود شباب معنا اليوم. في الحقيقة إحنا مثل أي مجتمع تاني شبابنا ما بيهتموا بحضور منتديات أو حضور هذا العرف الشبابي يعني والاهتمامات تبعتهم، صح؟ لكن بحب إني أنوه، وأنا جدا فخورة بهذا الشيء، مع إنه في تقصير بوجود الشباب، إنه الشاب الشركسي أو الصبية الشركسية من طفولتهم بيعرفوا أصولهم، بيعرفوا تاريخهم. يعني بتمسك أي طفل شركسي بقول لك أنا من وين، شو أصلي، شو اسم عائلتي، شو دامغتي، شو فكرة كيف اجيت لهون. صدقا هذا الشيء موجود عندنا، لو تسأل أي طفل شركسي بيجاوبك عليه. الحمد لله هذا شيء إحنا بنفتخر فيه، لأنه ما زالت العائلة الشركسية مصرة على إنها تزرع هذا الحب الانتماء لأطفالها. الشيء التالي بدي أحكي فيه إنه بدي أنوه بس لموضوع أنت حكيت فيه أو تاريخ، إنه 1864 بداية المأساة. الحقيقة هي مش بداية المأساة، هي تواصل للمأساة. 1864 أعلنت روسيا انتهاء الحرب وبدأ مرحلة التهجير، لكن المأساة كانت من 101 سنة وحتى قبل. يعني هذا الإشي الثاني، الخبر اللي أنا ما قرأت الكتاب زي ما أنا أشرت لك، قرأت خبر عنه وأنا الحقيقة متواجدة هون حتى لفت لي انتباهي الخبر وجيت أحضره. نزل أكثر من خبر وأنا قمت بنشرهم طبعا على موقع على الفيسبوك. استغربت كلمة مكتوبة وما بعرف هل هي وردت في الكتاب، يعني هل هي خطأ، وما بعتقد انه خطأ، لانه وجود اساتذة مثل محمد أزوق والدكتور مجد الدين خمس مش ممكن هذا الخطأ يورد يعني. وهو انه مكتوب الخبر والكتاب وصورة الكتاب بأكثر من موقع. خلينا نركز على موقع البتراء. بيقول استقر الشركس في سوف وجرش وإربد، ومع مرور الوقت ومع مرور الوقت انتقلوا إلى عمان. هل هاي المعلومة وردت في الكتاب؟ هذا ما هو تم نقله عبر المواقع. بالحقيقة هذا شيء بقلل جدا يعني، اعذرني مش انتقلوا مع الوقت عمان. نعم هذا الخبر هيك عم بنتقل. حتى الخبر مؤسسين عفوا نعم بالضبط. هل هو تبرع بهاي المعلومة؟ من وين جاب هاي الأسماء يعني؟ والحقيقة هذا الموضوع حساس جدا، كون ارتباط الشركس الأول في عمان، وهذا يلغي هاي الموضوع المهم اللي كلنا بنسعى إلى يعني كتابته وتوثيقه، ونحن مقصرين. نعم، لكن هو الخبر في سوف وجرش وإربد، ومع مرور الوقت انتقلوا إلى عمان. هذا خطأ يعني تاريخي يجب أن يتم تصحيحه. التقصير من عندنا أكيد موجود، تقصيرنا في نقل رواياتنا وتاريخنا 100% موجود، وإن شاء الله إنه إحنا نسعى لتدارك هاي الموضوع أو هاي المشكلة. هدى حتقي، الله يسعدك. شكرا كثير لك مرة ثانية، شكرا لكل المنظمين، بعتذر عن الإطالة. تسلمي، شكرا أخت هدى. السلام عليكم. شكرا دكتور أيوب على المجهود الطيب. أنا صحيح صار عندي يعني شوق كبير إني أقرأ الكتاب، وإن شاء الله راح أحصل عليه، وأظن كمان الجمهور الكريم اللي موجود حاليا الحضور. الشيء اللي
بيميزهم هون انهم من جيل ما قبل الانترنت وما بعد الانترنت. فانا اللي بامل منه من الدكتور انه في امكانيه لوضع نسخه الكترونيه بالاضافه الى النسخه الورقيه، يعني تعمل ابلود مثلا على الانترنت، وهذا يعني بهدف توسيع يعني جمهور القراء، لانه غالبيه الشباب عندنا الان ما بيقراوش، يعني نسخ ورقيه ما بيقراوا، كتب ما بيقراوش. الدكتور مجدي بيعرف في الجامعه مثلا، وكنا لاحظنا اللي عملوا في الجامعات، روح زور المكتبه مثلا، شوف رواد المكتبه قديش في ناس في موجود حاليا. اشكرك، هذا هو الهدف. شكرا. أشكرك الدكتور مرة أخرى. بدي أنوه لشغلة بالنسبة للكتاب. إذا في إمكانية إن تزود الجمعية، في عنا قسم خاص بيقوم ببيع الكتاب، فإذا عدد من النسخ 50 20 بنحطهم هنا وبنعلن بنحطهم هناك، أي واحد بيقدر يحصل على مقابل مثلا المبلغ اللي بتحددوه أنتم، وطبعا المبلغ بيجي لكم. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها، إحنا طبعا معظمنا هنا أقليات سواء عرقية أو دينية، فدائما إحنا كشراكسنا إحنا جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، هذا شيء ثابت. لكن إحنا يميزنا أن شراكسة. وأنا بدي أركز على شغلة واحدة، لأنه دائما الواحد بس يحكي أنا شركسي، في ناس بيستحي يقول أنا شركسي مثلا، أو حتى زملائه بيقولوا ليش أنت شركسي، أنت أردني أو عربي. أنا مش عربي، أنا شركسي. أول شيء أي إنسان بيميزه 4 أشياء: الاسم، الدين، والجنسية، والأصل. الاسم وقت ما بدي بغيره، الدين والعياذ بالله ما بقدر أغيره زي ما بدي، والجنسية بقدر أغيرها، أنا أردني بكرة بصير أمريكي، لكن أنا أصلي شركسي لا أنا بقدر أغيره ولا واحد في العالم بقدر يغيره. فلهذا أنا دائما بدنا نقول أنا شركسي. عمل لي فحص جيني، وعمل لنفسه فحص جيني. أنا طلعت 50% من جيناتي من هاي المنطقة، 40% من سهل البقاع في لبنان، و10% من مصر. فإحنا خليط يا عمي، إحنا كل هاي المنطقة خليط. فأنا بأكد لكم بعد 100 سنة راح ما يطلع واحد يقول أنا شركسي، ولا يطلع واحد يقول أنا والله من الرمفة. الدنيا اختلطت وراح تختلط أكثر وأكثر بمرور الوقت. بس شكرا. طبعا أنا بحب أجاوب على موضوع الجينات، لأنه أنا كصيدلي بعتبر حالي مختص في موضوع الجينات وقريتها. مزبوط، كلنا فيش حدا من اللي قاعدين هون إلا خليط. ولكن القومية مش بس جينات ولا عرق، القومية كمان اقتصاد ومصالح. الشعوب بتتحارب، بتذبح بعض، وبتاكل حق بعض، وبتتفق مع بعض، وبتعمل لوبينج. وما زال في إشي اسمه، بيطلع الرئيس الأمريكاني بيقول the interest of my people، ما بيقول لا إنسانية ولا بيقول جينات، مع أنه بيعرف عن الجينات وبيعرف أنه مخلوطين. القضية فعليا لما كل العالم يتحرر من قوميته، أنا بعتقد إحنا الشركس كمان ما عندنا مشكلة. يعني المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العالمي، احنا يعني عملنا دراسات في قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية فيما يتعلق بموضوع الهوية. أستاذ بتحب تحكي في موضوع الهوية، ويعني وجدنا إنه يعني هذه المشاعر اللي موجودة عند الإنسان، إنه أنا أردني وأنا شركسي وأنا مسلم وأنا عربي، هل في تعارض بينها أو لا؟ الحقيقة أنه ما في تعارض، هي بتكمل بعض.
أنا كنت دائما أقول يعني طلبتي يسألوني يا الدكتور يعني شكلك زي الأمريكان. أقول لهم يا أخوي أنا شركسي من أصول أردنية. أنت شركسي من أصول أردنية أو أردني من أصول شركسية نفس الشيء. فأنت يعني مش هيك معليك يعني أنا بدي أسوي مداخلة بهذا الموضوع بس خلص. أيوه تؤمر يا سيدي. مهمة جدا. مهمة جدا. فأنا يعني بقول أنا أردني من أصول شركسية. أنا أردني بالديانة المسيحية. أنا أردني من أصول أرمنية. إحنا جميعا داخل المواطنة الأردنية الجامعة، كلياتنا مواطنين زي ما حكى الباشا، ونحن جميعا نحمل الهوية الأردنية الجامعة، كلنا أردنيون. الآن في أردني من الرمسة بقول لك أنا أردني، نعم بس أنا من الرمسة حقه. أنا أردني من مادبة حقه. أنا أردني من أصول شركسية حقه. ولكن كلنا تجمعنا مظلة المواطنة الأردنية والهوية الأردنية الجامعة. تفضل معاليك يا سيدي. والله أنا بدي أجي هون. أولا أخ أيوب شكرا جزيلا على الكتاب القيم وشكرا على المداخلة. تفضل هون سيدي. تفضل. لا ولي أخير وأمر. على البوديوم. لا مش بدون البوديوم. والباشا الله يعطيك العافية تحت رعايتك. وأنا متأسف جيت متأخر بس والله ما معي خبر إنه في كتاب هيك وفي يا أخي أعطونا خبر هسه لما ما نجي بتقول والله لأنه يحيى كسبي صار عايز بطل يتنازل يجي على الجميع. خبرونا يا أخي بس خبرونا وإحنا جاهزين دائما يعني بأمركم. لولا الباشا حكى لي والله بالأعيان متأخر والله ما بعرف عاد عندي جماعة والله بستنوا فيه. على كل أنا بدي أستشهد خالي، بدي أرد عليك أنت بالذات وخالي العزيز. هاي سمو الأمير لا عيب ولا حرام تفتخر بأصلك، شركسي بدوي شامي أردني من أصل فلسطيني، المهم تكون أردني وتحب البلد. أنا بدي أحكي بجوز فهمت غلط. أنا الأربع شغلات اللي ذكرتهم الاسم والجنسية والدين والأصل هذول الأربعة ما إلهم علاقة ببعض. هاي ما إلها كل شخص كل فرد. بالضبط هذا اللي نحكيه. ما فيها قضاء انك تقول انا اردني شركسي. طبعا 100% ما في تعارض. هذا اللي نحكيه. كل الشكر والعرفان لوجودكم، ونأمل انه الحوار يستمر. يعني لازم الحوار يستمر، وقعدوا قعدتين ما بتكفي. في ضيافة كنافة إذا بتحبوا تتحلوا. وشكرا جزيلا لحضوركم. في يبدو درع للضيف من الجمعية. حابين احنا نكرم الدكتور بطبعا شغلة رمزية ما يعني هو يستحق تكريم أكبر، لكن هذا اللي بدنا نكرم الدكتور أول شيء بدرع الجمعية. إن شاء الله تعالى يكون بلا أنا بس بدي أطلب منه ضرب واحد. أنا أقدم هذا الدرع نيابة عن عبد القادر ما بدك انزل دور لورا واحد خلاص. انا بعطيك خلاص انا بعطيك كمان واحد. شغله ثانيه انا حاب اقدم كتاب هم جزئين، مدخل التراث الشفوي الشركسي، لأن الدكتور أشار للإشي هذا وأنا ما وجدت هذا المرجع عندي في الكتاب.
فهذا اكيد يعني انه هذا طبعا الفه الله المرحوم عاطف حجطاس، يخط جزئين. هذا هو مدخل التراث الشرقي الشركسي، انت اشرت له، صح ولا لا؟